الآن نقول فهل لاحظت كم أنت جاهل وواهن وواهم وفارغ وتافه وغبي جدا 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 عندما ادعيت العصمة، وأنا على يقين أنك منذ فترة وخاصة الآن أنك نادم جدا جدا وتأسف جدا جدا وتتألم جدا جدا وتتمنى جدا 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 أن تعود عقارب الساعة إلى الخلف، إلى الوراء، إلى الزمن السابق، فتكتفي بأن تكون سلوكيا فسقك السيد المقدس الشهيد الثاني محمد الصدر قدست نفسه الزكية. فتكتفي ترجع إلى تلك الأيام بأن تكون سلوكيا ممن فسقهم السيد الصدر المقدس قدس سره، أو تكتفي بأن تكون قد ادعيت فقط بأن ادعيت أنك رسول الإمام فقط وفقط، أو أنك ابن الإمام فقط وفقط. بل خلال هذين الأسبوعين بعد المناظرة السابقة والمباهلة وبناء على السابقة والمناظرة والمباهلة اليوم التي أيضا هرب منها، بل بعد هروبك المخزي وانهزامك الفاضح الأسبوع الماضي يوم الخميس الماضي، هروبك من المناظرة والمباهلة، وبعد تحججك بالشروط التي اشترطتها نعم، وتوقعت التي اشترطتها وتوقعت رفضي لها، ولكني خيبت ظنك فوافقت عليها. فأقول بعد كل ذلك، وخاصة بعد هذا اليوم الخميس الثاني، بعد هذا اليوم الخميس 22 من رجب، يعني بعد هذا اليوم 22 من رجب من عام 1435 هجري قمري، وبعد هروبك وهزيمتك وفضيحتك الكبرى هذا اليوم وهذه الساعة، أتيقن بأنك تتمنى أنك لو لم تكن ادعيت أي شيء، لو لم تكن ادعيت أي شيء أصلا، أو تتمنى أنك لم تولد أصلا. هذا كله إن كان عندك الرجولة والشجاعة والعقل والإنسانية والشرف، فتعترف بخطئك وتستغفر الله تعالى وتتوب إليه. لكن طبعا الكلام كله فيه علامات تعجب، لكن لقد أسمعت لو ناديت هيا، ولكن لا حياة لمن تنادي.